ازيكم عاملين يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا غايبين بقالنا فتره كبيره عن الساحه بتاع التيك توك. يعني انا متاسف ان انا مدخل معاكم بتاع البلكونه، باب البلكونه، بس يعني ايه، عشان الاضاءه يعني وكده. النهارده بعد غايبين بقالنا فتره انا عارف، بس بعتذر عن الغياب. ان شاء الله نبدا ننزل تاني. النهارده بنزل فيديو عن حاجات لاحظتها مؤخرا. ثواني بس نعدل المايك، معلش بقى، ما استخدمتوش بقالي فتره كبيره. يا رب تكونوا سامعيني كويس. النهارده هنتكلم عن بعض اللازمات اللي بتبقى مؤثرة على لهجتك الإنجليزي وأنت بتتكلم ك كمتحدث أو سكند ESL English as a second language. خصوصا إن إحنا كمصريين مثلا بنقابل مشاكل في النطق الإنجليزي، لأن لهجتنا أو عرب عموما، بس العرب عموما بتبقى يعني لما بيجوا يتكلموا إنجليزي بتبقى معروفة، يعني بيبقى في لازمات معينة بحكم إن هم بيبقى العرب بتاعهم رايح للفصحى شوية، سواء كان الخليج او اي دوله عربيه بتبقى لهجتها ده رايحه للفصحى شويه. ولكن احنا في مصر لهجتنا منفصله شويه، او لهجتنا فيها لازمات مختلفه في الكلام، فبتلاقي برضو كلامنا الانجليزي منفصل او رايح في لازماتنا العربي اللي احنا بنتكلمه في مصر. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ اللي هو مثلا بنلاقي ناس كتير بتقول what about this like this that. مش ذات بقى، دي الصح، بيقولوا ذات زيس، ذا دوج، ذا كات. او بيقولوا مثلا يعني اقصد اقول ان احنا يعني بننطق الكلمه، ممكن حتى يعني بعيدا عن ان احنا ممكن ننطق بعض الكلمات غلط، ولكن برضو ستيل بننطق معظم الكلمات بالارتكوليشن الغلط، وبال احنا المفروض ننطق تي اتش ث او ذا على حسب الكلمه نفسها. ده برضه ما بنعملوش. الحل بتاعها ان احنا نبدا نتعلم نطق الكلمه الصح. لو انت لسه بيجنر او انت لسه بادئ، ليه ما تتعلمش الكلمه، يعني النطق الصح للكلمه هيفيدك كتير، وهيساعدك برضو كتير من ناحيه ان انت تبدا تجيت ادفانس انجلش ليرنينج، وتبدا لو انت لسه صغير وبتدور على شغل تبدا تحصل وظائف اكتر. لا، في عندك انجلش كورسز كتيره يعني في مصر، متهيألي في اللي هو انجلش كابسولز، وفي فور ليفل 1، وفي حاجات كتيره جدا بتساعدك ان انت تجيب او يعني اوبتين ادفانس انجلش برونسيشن. ده هيساعدك ان انت حتى لو انت في وظيفه تقدر حتى تترقى برضه. يعني انت اوريدي، خلينا نقول انت جيت الوظيفه اوريدي، فان انت تجيب الحاجات دي تساعدك ان انت برضه تترقى. ولو انت لسه ما جبتش الوظيفه، الارتكوليشن او البرونسيشن الانجليش بتاعك الصح هيساعدك ان انت تجيب وظيفه كويسه لنفسك، وتفتح لنفسك برضو افاق تانية في الانجليش. دي برضو حاجه مهمه. بس انا كنصيحه مني يعني، المفروض على الاقل خالص لو انت مثلا ما فيش ماديات للحاجات دي، على الاقل خالص تشوف مثلا يوتيوب فيديوز، على الاقل شوف تيك توك فيديوز، واحنا عندنا هنا والتيك توك برضو موجود على الصفحه اللينك بتاعه، بنقدم محتوى انجليزي بنساعدك على الاقل تقدر تقول جمل يعني كامله من غير اي فلوز بالانجليش. يعني مثلا بنقدر نقول this is the cat, this is the dog the cat. ما بنقولش the dog the cat والكلام ده كله. الكلام ده مهم، تبدا ولازم تبقى عندك فلوينسي في الكلام. يعني ما ينفعش نقول my name is محمد, I am from كذا, I live in كذا, I am كذا 2 years old. لا, بيبقى عندك فلوينسي، مش السرعه، اللطق الفلوينت، اللي هو مثلا my name is محمد, I am from Cairo, I'm 28 or 27 years old، او ايا كان عمرك. الموضوع الفلوينسي مش على سرعه النطق قد ما هو على يعني النطق الصح. فان شاء الله نبدا ننزل فيديوهات اكتر، ولكن انا بنصح الناس عشان برضو منظرنا كاخوات لينا يعني ما يبقاش وحش قدام غيرنا، يعني ان احنا بننطق مثلا انجليش نص نص. ليه ما نشتغلش على نفسنا في الحاجات البسيطه دي؟ ليه ما نطورش من نفسنا بحيث ان احنا حتى نبقى يعني حتى الليفل بتاعنا او الناس اللي بتتكلم معانا بعيدا عن الشغل او بعيدا عن اي ايفالويشن، يبقى حتى الناس فاهمه ان هي بتتكلم مع شخص فاهم هو بيقول ازاي، او فاهم او دارس الحاجه اللي هو بيقولها كويس. ان شاء الله ننزل فيديوهات اكتر في الفتره اللي جايه عن النطق، عن الموضوع ده والنطق. وما تنسوناش من دعمكم الجميل، انا عارف ان انا غايب بقالي فتره، بس نبدا ننزل تاني ان شاء الله. ما تنسوناش من دعمكم الجميل، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.